لو انت طالب بكليه صيدله جامعه الجلاله سنه اولى وداخل على الفاينل فالفيديو ده ليك. بص انت قريب جدا هيبقى معاك معركه مع 5 مواد، فتعالى كده اقول لك يعني تجربتي مع كل ماده فيهم السنه اللي فاتت ونصايح فرقت معايا في كل ماده. لو جينا نبدا بماده زي ماده الاورينتيشن، فماده الاورينتيشن دي انت عندك دكتور علي نصر هتلاقيه قبل الفاينل كده منزل لك PDF بيدولك هديه. PDF ده انا عايز اقول لك يعني كنز جاي لك بجد. PDF الاسئله اللي بتيجي بيبقى فيه كلها هتخش تلاقيها في الفاينل. الحاجه التانية هتقول لي الاسئله مثلا 40 50 سؤال والفاينل بيبقى اكتر من كده، هقول لك في اسئله كانت جايه لك في الميد واسئله نازله لك قبل الميد. ركز في دول برضو. هيبقى فاضل 10 15 سؤال، خلاص دول ذاكرهم. يعني انت خلاص اللي هو ده كل حاجه حرفيا. حتى الاسئله ال 15 او ال 10 دول هل بيجوا مثلا لافين محتاجين ان انا اذاكر لو انا عايز اجيب امتياز او كده؟ عايز اقول لك الاسئله بتيجي مباشره جدا جدا. انت كل ما في الموضوع ان انت يبقى عندك المعلومه او على الاقل مبصمجها. يعني حرفيا انت لو معلمها بحرف او بكلمه هتجيبها عادي جدا، مش بيبقى في اي حاجه لفه. بس ركز في بوينت واحده. شفت PDF اللي هو منزله ليك ده؟ هتلاقي بيغير كلمه في السؤال فيتغير الاجابه. يعني انت ممكن يكون عندك سؤال مثلا موجود، السؤال الاجابه بتاعته فيسكوستي، ف هيحط لك كلمة نون بس في السؤال فهتغير الإجابة تماما، أو هيحط لك إيه قبل كلمة فهتتغير الإجابة حاجة تانية خالص. ركز في الموضوع ده عشان دايما بيحصل. ده بالنسبة للأورينتيشن، فالأورينتيشن مادة ما تحرقش فيها وقت كتير لأن الموضوع فيها أبسط من كده بكتير. بقى المادة اللي بعدها مادة الميديسنال. شفت القاعدة اللي أنا قلت لك مع دكتور علي نصر أي أسئلة ينزلها لك لازم تذاكرها كويس وتحلها والكلام ده؟ القاعدة دي خدها مع كل الدكاترة عموما، بس دكتور علي نصر بالذات لأني دايما بيجيبها. دكتور رضا بقى مش دايما هتلاقيه بينزل اسئله قبل الفاينل، بس لو نزل لك فصدقني الموضوع هيبقى حلو جدا لان الاسئله دي هتخش تلاقيها. بس دكتور رضا مش بينزل الاسئله على شكل PDF. دكتور رضا تلاقيه بيقول لك كده ان قبل الامتحان بيوم، قبل الامتحان بيومين في كويز هينزل لك بوش درجات. الكويز ده ب 20 سؤال، 20 سؤال دول هتلاقي 19 منهم جوه، فذاكرهم كويس جدا. الميديسنال والاورينتيشن لو انت هدفك تنجح فيهم فالموضوع بسيط جدا، عباره عن ان انت تذاكر الاسئله اللي مطلوبه منك وتجيب درجه حلوه في الكورس وورك. انما لو انت واحد عايز تجيب امتياز فانا قلت لك من شويه ماده الاورينتيشن انت هتحتاج بس تعرف المعلومات كلها وتذاكر PDF بتاع الاسئله. انما في ماده الميديسنال بقى الموضوع بيبقى اصعب شويه لو انت فعلا هدفك تجيب الامتياز. لان دكتور رضا واكيد هو قال لكم اصلا الموضوع ده ان هو دايما في الامتحان بتاعه بتلاقيه حاطط كده 10 اسئله 15 سؤال برضو. آه، دول بيجيبهم مش سهلين، وهم فعلا بيكون فيهم تريكات ولفه شويه بعكس الاورينتيشن. اسئله حتى اللي مش موجودين في الاسئله بيبقوا جايين مباشرين. انما في الميديسنال لا، دكتور ده بيجيب اسئله لفه فعلا. هو دايما بيقول كده عشان بيقول عشان افرق ما بين اللي يجيب جيد جدا واللي يجيب امتياز. فالاسئله بتبقى محتاجه تركات شويه فمحتاجه تركيز في المذاكره. حتى لو اسئله منهم بتعتمد على الحفظ احيانا بيجيب النقط اللي ممكن ايه اللي هو انت لما تشوفها تقول الحته دي استحاله تيجي، فلا بتخش تلاقي عادي في ال 15 سؤال دول. انما لو انت مجرد هدفك ان انت تنجح او جيد جدا او الكلام ده فلا هتخش تجيبها عادي بسهوله. بقى الجزء اللي بعد كده والماس مش زي الاورينتيشن والميديسنال. يعني لو انت هتيجي على ماده على حساب ماده فانت ممكن تيجي على الميديسنال، ممكن تيجي على الاورينتيشن، بس ما ينفعش تيجي على الاورجانيك ولا ينفع تيجي على الماس. المادتين دول من المواد اللي ممكن لو جيت تذاكر محاضرة فيهم المحاضرة دي تقيلة شوية ممكن تاخد معاك اليوم كامل. بعكس الاورينتيشن والماس، بعكس الاورينتيشن والميديسنال الموضوع وما فيه ان انت بس محتاج، انت محتاج تقعد على المكتب بس وتهدي نفسك كده وتذاكر مش اكتر من كده. الاورجانيك، الاورجانيك اي كويز هينزل لك طول السنة ذاكره، اي سؤال جالك في الفاينل ذاكره. المحاضرات للأسف لازم تذاكرها كويس. فلو انت بتسمعني دلوقتي وانت مراكم اي حاجة فيها حاول تبدأ وتحط تركيزك عليها، لاني ليالي الامتحان دي مش المادة اللي تعرف تلمها في ليالي الامتحان ابدا. انت المفروض ليالي الامتحان دي انت بتكون مخلص المحاضرات كلها وقاعد بس بتجيب كل محاضرة كده قراءة. انما الميديسنال والاورينتيشن لا، انت ممكن فعلا تجيبهم في ليالي الامتحان، تبصمك كلمات، تجيب مش عارف جليسرا جلابرا يبقى جلابيه مش عارف ايه، كاسيا انجستفوليا يبقى السنه دي اسيا. انا لسه فاكرها من السنه اللي فاتت فلا بتيجي عادي. تعال بقى للماده اللي بعد كده اللي هي الماس. بص الماس بيختلف من واحد لواحد، يعني مش ممكن يكون شخص بيحب الماس وشخص لا. بس عموما احنا كلنا كنا علم علوم كلنا في صيدله، فبما انك هنا فانت اكيد مش بتحب الماس والا كان زمانك علم رياضه. فبناء على كده لو في نصيحه بجد هقدمها لك في الماس، دكتور شعبان بيعمل ريفيجن لازم تحضرها.
الريفيجن بتاع الدكتور شعبان اللي بتتعمل في اخر محاضره تقريبا، لازم تحضر الريفيجن دي، لان بيجي بجد افكار كتير قوي منها جوه الامتحان. الموضوع ده هيفرق معاك جدا. فلو في نصيحه اقدمها لك في الماس، حاول تحضر في الفتره الاخيره مع دكتور شعبان. تركز على الاسئله اللي بتنزل، البي دي افات اللي بتنزل، اي حاجه من الكلام ده. هيفرق معاك جدا. طيب دكتور سامح برضو بينزل فيديو كده بيبقى فيه شرح لمسائل كتير قوي. اتفرج على الفيديوهات كامله. انا عارف ان الموضوع مرهق ومتعب، لان انا كنت بعاني من الموضوع ده السنه اللي فاتت، وانا من الاشخاص اللي ما كنتش بحب الماس ابدا ابدا ابدا، بدليل ان انا في صيدله يعني. آه، بس للاسف يعني ده امر واقع لازم تتعامل معاه. انت في سنه اولى هي ان انت تذاكر بذكاء، ما تذاكرش بجهد. قبل امتحان الميد بتاع الاورينتيشن انا قعدت اذاكر الماده كامله واطلع وانزل فيها، وجبت كل حاجه فيها كانت مطلوبه مني. بس جيت عند البوينت بتاعت ان انا اذاكر الاسئله، انا ما ذاكرتش الاسئله اللي كان منزلها دكتور علي نصر، اعتمدت بس على مذاكرتي انا، ذاكرت المنهج. وقبل ما امشي وانا ماشي في ايدي كده فتحت الاسئله وقعدت اجاوب عليها. لقيت في سؤال فاكره وسؤال ناسيه، سؤال فاكره وسؤال ناسيه، وجمعت الاسئله عادي برضو قبل ما ادخل. كان ليا واحد زميلي بقى، زميلي ده كل اللي هو عمله ان هو ذاكر الاسئله بس. دخلنا انا وهو الميد، زميلي جاب 30 وانا جبت 28. الفكرة ان هو فعلا ذاكر بذكاء، انما انا ذاكرت بجهد. فالحياة الجامعية بجد اول بوينت لازم تطلع بيها من السمستر ده، والمفروض تكون طلعت بيها اصلا من فترة الميد، ان انت تكون فاهم التركية بتاعت ان انت تذاكر بذكاء، تفهم كل دكتور بيجيب ازاي، تفهم كل مادة ماشية ازاي وتذاكرها. تقريبا كده في مادة بقى انا ناسيها، وهي مادة الان اورجانيك. طيب بالنسبة للان اورجانيك، فدكتور محمود اول سنه يجي، فانا زيك صدقني انا هتفاجئ برضو بامتحان الفاينل بتاع الاناليتيكال. فيعني نرجو الله ان الامتحان يكون كويس بالنسبه لينا كلنا. للاسف ما اقدرش اقدم لك نصايح كتير في الماده دي، لاني هتفاجئ زيك. بالمناسبه امتحان الميديسنال السنه اللي فاتت كان جاي 80 سؤال، وامتحان الاورينتيشن لو الذاكره مش خايناني كان 100 سؤال. انا افتكر ساعتها ان انا حليت 93، كان في 7 اسئله في اخر صفحه انا ما شفتهمش، وخرجت لزمايلي بقول لهم 93 ده كان رقم غريب، فبقول لهم كان في 3 اسئله بونص خدتوا بالكم منهم؟ فقالوا لي 3 اسئله ازاي يعني؟ قلت لهم 93، قالوا لي لا الامتحان كان 100. فاكتشفت ان انا في 7 اسئله سبتهم فاضيين من غير ما اخد بالي منهم. فيعني ركزوا في البوينت دي. واخر حاجه، دمتم في رعايه الله.